اهلا بيكم معانا في دردشه اصحاب. ودلوقتي هنتكلم في موضوع مع الاستاذ شريف. يا ترى اتكلمنا في ايه النهارده؟ حابب اكمل موضوعي عن الشباب والشغل والبيزنس. البيزنس مش دايما هي كلمه خاصه برجال الاعمال او رواد الاعمال. البيزنس هو يعني شغل صغير بقى، شغل كبير، ايا كان نوع الشغل. كتير من الشباب انا كنت لافته نظري من فتره بيدفع رقم 50 60 70 90 الف جنيه عشان يسافر وهجره غير مشروعه وهجره غير شرعيه، مع ان هم لو 10 شباب كل واحد فيهم حط ال 70 80 90 الف جنيه دول مع بعض او 5 هيبقى معاهم مليون جنيه. المليون جنيه يقدروا يخلوهم يبداوا مشروع من البدايه، ومشروع يكبر معاهم ويكبر بيهم. يمكن 10 شركاء ممكن يبقوا كتير، بنتكلم في 5 في 6 عندهم نفس الهدف، عندهم نفس الاهتمام، عندهم نفس الاهميه. مثلا كلهم نفسهم يفتحوا مطعم، كلهم نفسهم يفتحوا كافيتيريا، كلهم نفسهم يفتحوا مصنع بلازما. يبقى الفكره واحده يبقى الفكره واحده، مش اكتر من محامي شاطر او حد محترف اداره بيظبط الورق بينهم والكلام بينهم، وبفلوسهم يبداوا مشروعهم ويبقى صاحب شغل في بلده. والشغل ده ممكن يكبر ويبقى مستثمر كبير ويشغل معاه ناس ثانيه كان نفسها تسافر وما معهاش فلوس تسافر او ما عندهاش الفرصه تشتغل معاه، ومرتبهم يزيد ويكبروا وهم كمان يكبروا والدنيا تمشي. بس يمكن فكره السهوله اللي هو انا الفلوس دي انا مجمع جزء منها، ابويا باع حته ارض وكمل معايا، وامي باعت حتتين ذهب وكملت معايا، وانا هتوكل على الله. فلا، المواضيع دي ممكن تتعمل هنا بطريقه احسن، ومصر اكيد هتبقى محتاجه للكلام ده، وانتم محتاجين تكبروا في مصر ومصر تكبر بيكم ومعاكم. فممكن الانشطه دي تتم هنا، والشباب اللي كان بيطلع فلوس عشان يسافر فيها يفكروا يعملوا تفكير تاني. وخصوصا كتير بيبقوا من بلد واحده او من قريه واحده او من مكان واحد. ده غير طبعا ان احنا بنتكلم بقى ان احيانا بيحصل نصب ومبيبقاش في سفر. يعني كل اللي انت بتستلف وبتبيع ومش عارف ايه، وممكن كل الفلوس دي تروح عليك في الاخر. ومش عايز اوصل للحل الاسوأ ان احيانا المركب دي بتغرق وبيحصل وفاه. يعني انت بتخاطر بحياتك، انت بتخاطر بكل حاجه عندك، انت بتخاطر يعني ومستقبلك والماضي والحاضر واللي معاك واللي مع اهلك واللي معتمدين عليك. فاحنا ممكن نحاول هنا مره واثنين وثلاثه وهنلاقي شغل. بس احنا مش شرط ان احنا اول ما نلاقي شغل زي ما قلنا قبل كده نلاقيه كبير. احنا ممكن نبدا بشغلانه اللي يهمنا ان احنا نقدر ندي فيها ونتعلم منها ونكبر فيها وبيها وليها، وتبقى مهنه. يعني انا اشتغل مثلا، لو انا حابب مثلا المطعم، هشتغل الاول ان انا بلم الاطباق في المطعم، ما فيهاش حاجه خالص، مش مهم باخد كام. بعد كده هبقى حد من اللي بيفرش الاطباق من السلطات، بعد كده هبقى حد من اللي بينزل الاوردر، هبقى حد من اللي بياخد الاوردر. او لو انا اتجاه المطعم الاول هبقى بلم ورا الشيفات، وبعدين بحضر السلطه، وبعدين بحضر البارد، وبعدين بعمل السخن، وبعدين بقيت شيف. خطوه بالظبط. فنتمنى ان الشباب يعني ياخدوا الموضوع ده بجديه، الفكره دي بجديه، وان شاء الله هيلاقوها مناسبه ليهم باذن الله. شكرا ليك وبنشكركم، ويا ريت تتابعونا.